بتبدأ حكايتنا مع ريبيكيا اللي كانت لسه متخرجة حديثا من كلية علوم التشريح، وساعتها كانت موجودة في مشرحة اسمها ريفر فيلدس، ومعاها صاحب المشرحة ديليفر اللي كان بيسجل كل الخطوات اللي بتعملها في تشريح الجثة. وده كان اختبار لازم تعمله قبل ما تستلم الشغل، ووقتها قدرت انها تنجح فيه واخدت الجثة ورجعتها للمشرحة وعقمت باقي الادوات بتاعتها وسجلت التقرير بتاع الحالة. وقبل ما تمشي كانت نازلة البدروم علشان تجيب منه بعض السوائل اللي بتستخدمها في الشغل بتاعها، لكن في اللحظة قبل ما تنزل على السلم اللي كان ضلمة جدا بيظهر في وشها السيد ديليفر اللي كان موجود تحت في البدروم وبيخضها. ساعتها بيطلب منها ان مفيش داعي انها تنزل تحت لان الحاجات اللي محتاجاها موجودة في المخزن التاني. وقتها بيطلع من المخزن وبيكون واقف على الباب وبيشكرها على شغلها، وساعتها بتسيبه وبتمشي. واول لما بتمشي من قدامه بنلاحظ ان كائن ظهر تحت في المخزن في اخر السلم وكان شكله غريب ومرعب. ولما شافه دليفر قفل باب البدروم بسرعة. بعدها بيروحوا المكتب بتاعه وبيعرفها ان مفيش حد هنا غيرهم شغال في المكان، هي هتقوم بدور التشريح وتحنيط الجثث اللي هتجيلهم وهو هيقوم بالجانب الاداري. وعرفها طبيعة الشغل بتاعها هتكون بالنهار وهو هيهتم باي جثة هتيجي بالليل، لكنها عرفته ان ما عندها مانع انها تيجي تشتغل بالليل، بس هو رفض بطريقة مباشرة انها تكون موجودة هنا بالليل. وهي واقفة بتتكلم معاه بيجيها وجع في دماغها وهو عبارة عن صداع نصفي بيجيلها على طول. ساعتها سألها لو عندها مشكلة او بتعاني من حاجة، لكنها طمنته ان هو مجرد صداع وبتعاني منه كل فترة. وبعد ما عرفت مواعيد الشغل وكل التفاصيل خرجت من عنده ورجعت على بيتها. وبعد شوية بتنزل وتروح على المركز اللي كانت بتتعالج فيه بعد ما بطلت الادمان، وكانت بتحكي للاشخاص اللي معاها في المركز انها مبسوطة انها وصلت للمرحلة دي من التعافي، وكانوا بيشجعوها انها تكمل في نفس الطريق. وبعد ما خلصت كلمتها بتبص في اخر كرسي كان في شخص اقرع قاعد قدامها وبينادي عليها ومحدش كان شايفه غيرها. وبعد ما الجلسة خلصت يا صديقي بنشوف انها كانت واقفة مع جدتها اللي كانت بتواسيها وتدعمها قبل ما تمشي. وساعتها بتشوفها وهي بتودع مديرة المركز اللي اسمها كيلي، لان دي كانت اخر جلسة ليها بعد ما تعافت من الادمان. وبعد ما خرجت من المركز وهي في الطريق بيتصل بيها صاحب الشغل ويطلب منها ان هي تيجي حالا لان في جثث وصلت ليهم حالا من المدينة وهو مش هيكون متواجد في المشرحة. طلب منها تقوم بالمهمة دي مكانه، وساعتها هي وافقت وراحت فورا على هناك. وبعد ما غيرت هدومها ولبست هدوم الشغل راحت اخدت الجثة وعرفت انها تشرحها وبعد كده هتدخلها للفرن علشان تحرقها. والجثة بتاعت شخص اسمه ليوبيتر وراحت طلعتها من التلاجة، وقبل ما تشتغل فيها شغلت مسجل الاغاني علشان تشتغل على روقان. وبدأت تشتغل فيها لقت ان هو متصاب اصابة قوية جدا في جنبه وهي دي اللي ادت لموته. بس لاحظت في الجثة ان في اصابات تانية في رجله وكانت لسه حديثة. وساعتها الجو كان بيمطر وفي برق ورعد في كل مكان. ولما وصلت عند مرحلة سحب الدم والسوائل من جسمه بنلاحظ ان في مادة لزجة بتكون موجودة في الخرطوم. وقتها بتروح تسجل وتكتب التقارير بتاعتها. بس في الوقت ده بنشوف ان الجثة بتتحرك وعينيها فتحت، لكن ريبيكيا ما كانتش واخدة بالها ولا شايفاها لانها كانت شغالة على الكمبيوتر وبتسجل التقارير. بس ساعتها بنلاحظ ان في علامة مميزة في الورق اللي موجود على المكتب قدامها. وبعد ما خلصت اخدت الجثة وراحت دخلتها الفرن وولعت فيها وراحت عند المكتب. وساعتها شافت من الازاز العربية بتاعتها بابها مفتوح وخرجت فورا عندها وقفلت الباب ورجعت من تاني بسرعة وهي في اوضة الادوية وكانت ماسكة الورقة اللي فيها الرسم البياني بتاع الجسم. وهي واقفة في مكانها بيجيلها نفس الصداع، بتكون دايخة ومش حاسة باللي حواليها. واول ما بترجع لوعيها بتلاقي نفسها قاعدة على الكرسي وكان قدامها الرسم البياني اللي كان في ايديها. لكننا هنا بنلاحظ ان نفس العلامة المميزة موجودة على الورقة، والعلامة دي ما كانتش موجودة قبل ما يجي ليها الصداع. وساعتها بتقوم بسرعة على صوت التليفون الارضي اللي كان بيرن وراحت بسرعة ردت عليه. وكان صاحب المركز هنا هو اللي بيتصل عليها علشان يطمن ويعرف هي وصلت لفين. وقتها عرفته انها خلصت شغلها في الجثة الاولى وهتبدأ شغل في الجثة التانية، وقالت له ان في عواصف قوية وعاملة تأثير بسيط على الكهرباء بس هي هتكمل شغلها. وفورا رجعت على التلاجة وطلعت الجثة التانية علشان تاخدها للمشرحة وتشتغل عليها. وهي في الطرقة الكهرباء بتقطع في المكان، لكن ساعتها بنشوف ان الجثة ايديها بتتحرك وبتطلع تليفونها علشان تنور بيه، بس للأسف الموبايل كانت بطاريته ضعيفة. وقتها سابت الجثة على السرير
السرير علشان تجيب اي حاجة تنور بيها لنفسها، وساعتها بنلاحظ ان الجثة ايديها بتتحرك من تاني وبيتحرك دماغها، بس ريبيكيا ما كانتش شايفاها. وقتها لقت ورقة ولعتها ورجعت بيها من تاني عند الجثة اللي لقيتها محركة دراعها ونازلة من السرير، ورجعتها مكانها واخدتها وراحت للفرن علشان تولع فيها. بس وقتها بنشوف الجثة دماغها بتتحرك تحت الملاية، وشها بيتحول لشكل مخيف ومرعب، وقبل ما تتحرك من مكانها كانت ريبيكيا دخلتها وولعت فيها. طبعا كل ده بيحصل وريبيكيا مش حاسة بأي حاجة ولا شافت ايه اللي بيحصل، وفورا بتكون محضرة الجثة التالتة في المشرحة، وكانت لبنت شابة، وبدأت تدور في جسمها ولقت آثار جروح كانت حديثة. بس وقتها سمعت خبط عند المكتب وراحت بسرعة لهناك، وأول لما مشت بتشوف الجثة فتحت عينيها وحركت دماغها، ونفس العلامة المميزة كانت موجودة على الورق بتاعها المحطوط على المكتب. وبنرجع هنا لريبيكيا اللي كانت واقفة في الطرقة وبتمشي ببطء وهي سامعة الخبط، وبتسأل مين الشخص اللي موجود في المكان، وكانت فاكراه صاحب الشغل. لكن وقتها بنشوف ان في حاجة ضخمة واقفة جنب الحيطة وشكلها مخيف جدا وعيونها حمراء، وبتبص عليها، ولما ملقتش حاجة قدامها محدش رد عليها. رجعت تاني عند الجثة، والمفاجأة انها لقتها اختفت من فوق السرير. وفي نفس اللحظة دي التليفون بيرن، وبتروح بسرعة ترد عليه، وكانت فاكراه دليفر، بس هي اتفاجئت ان الشخص اللي بيكلمها بيقول لها ان هي السبب والغلط من عندها. ساعتها خافت وقفلت السماعة بسرعة، والتليفون رن من تاني، لكنها كانت خايفة ورجعت لورا. ولما بتبص في ايديها كلها دم، والدم جه على وشها. وقتها قلعت البلطو بسرعة علشان تمسح الدم، لكنها فجأة لقت الدم اختفى من ايديها والنور رجع من تاني. وفي اللحظة دي التليفون رن من تاني، ولما رفعت السماعة سمعت صوت ابوها اللي كان بيبلغ عن اختفائها وهي صغيرة وانها مفقودة. وساعتها ريبيكيا كانت بتحاول تتكلم مع ابوها، بس ما كانش في استجابة منه وما كانش بيرد عليها، وهي كانت حزينة وبتبكي لانها افتكرت ابوها وامها اللي ماتوا، اللي كانوا بيدوروا عليها لما اختفى جوه الغابة عند البحيرة. بس وقتها بتشوف قدامها كائن شكله غريب شبه المسخ، وريبيكيا في اللحظة دي بيغمى عليها، وأول لما بتفوق بتلاقي نفسها في شقتها ونايمة على السرير، وبتدخل الحمام بسرعة وبتكون واقفة قدام المراية لأنها مش مصدقة اللي بيحصل لها. ساعتها الباب بتاع شقتها بيخبط جامد جدا، ولما بتخرج من الحمام بنشوف المراية البخار وبيتكتب عليها دعني أدخل. وطبعا كالعادة ريبيكيا ما بتشوفهاش، وبتروح تفتح الباب وبتكون مديرة المركز اللي اسمها كيلي. وقتها ريبيكيا بتعرفها إنها مش عارفة ازاي هي رجعت للبيت، بس كيلي عرفتها إن هي اتصلت بيها وهي اللي رجعتها للبيت بتاعها. وطبعا كيلي كانت شاكة فيها إنها رجعت للإدمان من تاني، ودخلت على المطبخ فورا علشان تعمل كوباية قهوة لريبيكيا علشان تفوق. وساعتها ريبيكيا كانت بتحاول تقنعها إنها ما رجعتش تاني للإدمان، وإنها ما أخدتش أي حاجة امبارح، وكانت منهارة وبتعيط. وكيلي أخدتها في حضنها علشان تهدى، لكن في الوقت ده بنلاقي إن ريبيكيا شكل إيديها بقى غريب وضوافرها كبيرة وعينيها لونها اتغير وماسكة في كيلي بعنف، اللي أول ما حست إن في حاجة غريبة زقتها لبعيد عنها. لكن لما شافت عينيها لونها بيتغير حاولت إنها تجري، بس ريبيكيا ما ادتهاش فرصة وهجمت عليها ومسكت إيديها وعضت صباعها وقطعته ورمته في الأرض وضربتها ضربة قوية وقعتها، وهجمت عليها وأخدت سلاح حديدي وكانت بتحاول تغرزه في دماغها. كيلي كانت بتدافع عن نفسها. عزيزي قناة جن فيلم، عايز أقول لكم مبروك علينا إن إحنا وصلنا ل10,000 مشترك. عايزين بقى إن العيلة تكبر والحلم يكبر ونوصل ل20,000 مشترك. علشان كده دعما ليا فضلا وليس أمرا اضغط لايك للفيديو ده واعمل كومنت صلي فيه على النبي. يلا بينا نكمل. بس هي كانت أقوى منها لحد ما رشقت السلاح في ودنها وخرم دماغها حرفيا وخلصت عليها. فاللحظة دي ريبيكيا بترجع لوعيها وبتبص على الأرض بتلاقي كيلي واقعة ميتة وهي اللي خلصت عليها، ومش عارفة ده حصل ازاي. وبعد شوية بتتصل بصاحب الشغل دليفر وبتقوله إنها وقعت في مشكلة وحصل ليها حاجات خطيرة، لكن هو بيقطع كلامها وبيطلب منها ترجع للمشرحة فورا لأن الموضوع خطير، وطول ما هي بعيدة عن المشرحة هتحصل حاجات أخطر من كده. بس هي كانت رافضة. ساعتها اكتشفت إن هو عارف كل حاجة عن اللي حصل لها وإن هو اللي عمل فيها كده، وطلب منها تروح على المشرحة وهو هيكون هناك وهيساعدها ويحاول يفهمها إيه اللي حصل لها. لكن في اللحظة دي بنشوف كيلي قامت من على الأرض من تاني وشالت السلاح اللي كانت مغروس في دماغها، وبتقرب من ريبيكيا اللي ما كانتش شايفاها وجاية من ظهرها. وأول لما لفت
وشها وشافتها اتخضت وقامت تجري بسرعة وجريت على الباب. لكن المفاجأة يا صديقي لما فتحت الباب شافت كيلي في وشها وكانت بتحاول تنادي عليها وتكلمها، لكن ريبيكيا طلعت تجري في الشارع وركبت العربية بتاعتها ورجعت من تاني على المشرحة. وكان موجود هناك دليفر، وساعتها دليفر قعد معاها وعرفها ان الكيان ده بيكون موجود في الجثث الميتة وبيدور على اي حد حي يقدر يخش من خلاله في جسمه ويسيطر عليه، لانه بيستغل نقطة ضعفه بسبب الحاجات اللي عملها في الماضي وما كانتش كويسة. لكن وقتها ريبيكيا كانت بتقوله انها عايزة توقف كل اللي بيحصل ده وتخرجه من جسمها، بس هو عرفها ان الموضوع مش سهل وان الكيان الشيطاني ده استحوذ عليها وعارف كل نقط الضعف بتاعتها وتاريخها الاسود كمان، وهيستعملها ضدها علشان يخليها تضعف وتستسلم في النهاية. ده غير العذاب والمعاناة اللي هتشوفها منه. وساعتها طلبت منه يساعدها علشان تطرد الكيان الشيطاني ده من جسمها، وهو عرفها ان باقي ليها ساعات قليلة علشان تقدر تطرده. وراحوا هما الاتنين قعدوا في المكتب بتاعه وعرفها ان هو لازم علشان تطرد الشيطان تعرف اسمه، لكن الموضوع ده مش سهل وعلشان تنطقيه دي بتكون اصعب حاجة. وكان في ايده رمزين مكتوبين بطريقة معينة ولازم يدمجوهم مع بعض علشان يقدروا يطردوا الشيطان ده. وهو بيحاول يشرح لها علشان يفهمها اللي هتعمله. ريبيكيا شبه يغمى عليها وساعتها بتبصله وعينيها بتكون اتحولت وبتتكلم معاه بصوت تاني خالص، وقامت بسرعة رهيبة وهجمت عليه وضربته ضربة قوية ووقعته في الارض ومسكت سيخ حديد علشان تضربه بيه. بس اول ما قربت منه بيكشف عن صدره اللي كان مرسوم عليه رموز ورسومات غريبة. ساعتها ما بتقدرش ان هي تقرب منه وبيستغل الفرصة وبيقوم يجري ويخرج بره البيت ويقفل الباب عليها ويحبسها جوه. وقتها ريبيكيا كانت بتنادي عليه بعد ما رجعت لطبيعتها وكانت بتطلب منه يفتح لها الباب علشان تخرج، بس هو اتأسف لها وعرفها انه أأمن مكان تكون موجودة جوه المشرحة وسابها ومشي. وساعتها ريبيكيا قامت تجري في كل مكان وكانت بتحاول تخرج من اي شباك او اي مكان بس كله كان مقفول بالحديد. في نفس الوقت ده بنشوف كائن شكله غريب معاها في نفس المكان بس هي ما كانتش شايفاه. عزيزي المشاهد ما تنساش تعمل لايك وتصلي على النبي في كومنت عشان ربنا يحفظني ويحفظك واحنا بنتفرج على الفيديو الغريب ده. يلا بينا نكمل. ولما حاولت تتصل بالتليفون ما كانش فيه حرارة والخط كان مقطوع. وفي الوقت ده سمعت صوت جاي من عند أوضة المشرحة، ولما راحت هناك شافت جدتها واقفة بره البيت وبتنادي عليها من ورا الإزاز، وهي كانت مستغربة ازاي جت هنا. لكن لما قربت منها لقت صوت جدتها اتغير وبقى خشن جدا ومخيف، بتخبط على الإزاز بكل قوتها وبتطلب منها تدخلها جوه البيت. ريبيكيا كانت خايفة وبترجع لورا بظهرها وفجأة بتشوف في وشها أول لما بتلف أبوها وكان في جرح موجود في وشه. ساعتها كان ماسك مشرط في إيده وبيطلب منها إنها تاخد المشرط وتنهي حياتها علشان تموت وتروح عندهم ويكونوا مع بعض. وبدأ يقطع إيده قدامها وهي واقفة مذهولة ومش مصدقة اللي بيحصل. وفي نفس اللحظة دي أبوها هجم عليها وزقها بقوة كبيرة ووقعها في الأرض وكان بيطعنها بالمشرط اللي معاه في رجليها. في الوقت ده بنشوف ريبيكيا رجعت لوعيها وماسكة المشرط في إيديها وبتقطع في رجليها. وأول لما فاقت كانتش مصدقة إنها استعملته ورمت المشرط في الأرض. وأبوها ظهر من تاني قدامها وكان بيقرب منها بسرعة وهي بتزحف على الأرض لحد ما دخلت الأوضة اللي فيها الفرن قبل ما يوصل لها وقفلت على نفسها. لكن ساعتها كانت بتسمع صوت أبوها وكلامه اللي بيقول لها إنك هتموتي وإن اللي حصل له بسببك أنتي ولازم تدفعي الثمن. وبعد شوية بنشوف ريبيكيا كانت بتبص من ورا الباب ولقت إن مفيش حد موجود بره، لكن الجثة اللي كانت شغالة فيها اختفت، رجعت من تاني ونايمة على السرير وراحت لهناك علشان تعالج نفسها. وفعلا أخدت إبرة الخياطة وقعدت على المكتب وكانت بتخيط رجليها. كل ده كانت بتعمله بهدوء خايفة إن الجثة تتحرك وتاخد بالها منها. لكن المرعب وهي بتخيط رجليها الجثة بتقوم من مكانها بس ريبيكيا ما كانتش شايفاها، ولما بصت عليها لقتها زي ما هي. وبعد ما خلصت أخدت المشرط وقربت من الجثة علشان تقطع رقبتها. لكن المفاجأة إن الجثة اتحركت ومسكت إيديها بالمشرط اللي معاها وهما الاتنين كانوا بيتعاركوا مع بعض لحد ما ريبيكيا مسكت السيخ الحديد ورشقته في جسمها وجابت السلك ولفته عليها وقدرت إنها تربطها وتسيطر عليها. بعدها على طول بنشوفها بتتكلم في التليفون مع الدليفر اللي كان بيعرفها إنها لازم تكمل بقية الطقوس علشان تخرج الكيان الشيطاني منها وتقطع شريان إيديها وتنزل الدم
على الجثة وبعد كده توديها لفرن على طول وتحرقها، وساعتها هتقدر تتخلص من اللعنة اللي فيها. وفعلا ريبيكيا عملت كده ونفذت كل حاجة، وكانت واقفة قدام الفرن وتراقب اللي بيحصل. لكن في الوقت ده بنشوف اللي بيحصل انفجار قوي من الفرن، وريبيكيا بتاخد صدمة قوية جدا بتخليها ترجع في الزمن لما كانت صغيرة وداخلة المستشفى وكانت نايمة على السرير وايديها الاتنين مربوطة فيه. وساعتها بتشوف نفسها وهي كبيرة وهي صغيرة في نفس الوضع، لحد لما بتفوق وبتلاقي نفسها جوه الفرن وايديها الاتنين مربوطين، وبتحاول انها تفك نفسها وتخرج من المكان بس ما بتقدرش. في نفس اللحظة دي بنشوف ريبيكيا واقفة لسه قدام الفرن، والصوت بيردد في الغرفة بيقول لها ان كل حاجة شايفاها او بتحصل مش حقيقية. واول ما خرجت راحت اتصلت بدليفر اللي عرفها انه بقى له ساعات بيحاول يوصل لها وبيتصل بيها لكنه ما قدرش، وهي عرفته انها نفذت كل الخطوات اللي قال عليها. بس المفاجأة انه عرفها انه ما اتكلمش معاها من ساعة ما مشي من المشرحة، وان كل اللي عملته ما خلاش اللعنة تنتهي. وساعتها طلب منها تنزل للبدروم اللي تحت وهتلاقي فيه شرايط تشوفها وتنفذ كل اللي فيها، وكمان طلب منها تحقن نفسها بالسائل بتاع التحنيط عن طريق الكاشف وبعدها تولع في نفسها وهي حية. ريبيكيا كانت بتسمع الكلام ومصدومة، وفجأة نبرة الصوت بتتغير وبتسمع صوت أبوها وبيطلب منها تنقذه. هو فعلا بتاخد الكشاف في ايديها وبتنزل للبدروم وبتدور على الشرايط لحد ما بتلاقيها، وبدأت تتفرج على فيديوهات دليفر علشان تعرف الطريقة اللي تتخلص بيها من الكيان الشيطاني اللي مسيطر عليها. وقتها عرفت انها لازم تستعمل الدم بتاعها بعد ما تجرح نفسها علشان تتخلص منه. وبتشوف الفيديو دليفر وهو معاه المساعدة بتاعته اللي كانت قبلها فاليري، وهو بيقطع ايديها وبياخد الدم بتاعها علشان يخزنه ويستعمله بعد كده، لانه السبيل الوحيد في التخلص من الكيان الشيطاني. وبعد ما خلصت ريبيكيا جابت الرسومات والرموز وبدأت تجمعها علشان تقدر تعرف اسم الكيان الشيطاني وتكمل بقية الطقوس. وساعتها أخدت ورقة ولعت فيها وبدأت تمشي على الحيطة وتشوف الرموز مكانها فين علشان تتأكد ان الطقوس بتاعتها بتتعمل بالطريقة الصح. وأول لما بتدخل المكان اللي فيه الجثة والفرن بتشوف كيان اسود قدامها وعينيه حمراء، وبعد كده بيتحول لإنسان وبيكون أبوها، وكان بيتكلم معاها وفجأة بيقرب منها بسرعة وكانت جروح ظاهرة في وشه، ويحط ايده على رقبتها ويخنقها بكل قوته. كان بيتكلم معاها بصوت مخيف ومرعب وبيعرفها ان الوقت بيمر بسرعة وانها لازم تخلص الطقوس اللي بتعملها في اسرع وقت. فاللحظة دي بيختفي وريبيكيا بتلاقي نفسها واقفة لوحدها في نفس المكان، وبتنزل ريبيكيا من تاني للبدروم وبتدخل اوضة تانية كانت مقفولة وضلمة جدا، وكانت مولعة ورقة في ايديها وبتشوف من فتحة في الخشب ديليفر هو والبنت اللي اسمها فاليري، وكانت محبوسة جوه الصندوق وبتترجاه انه هو يخرجها. بس ساعتها بنشوفها عينيها بتتحول لشكل مخيف وبترجع تاني لطبيعتها. ديليفر كان عارف بوجود ريبيكيا وحذرها ما تقربش من الصندوق وتخرجه لانه مش فاليري، ده الكيان الشيطاني اللي مسيطر عليها. في الوقت ده ريبيكيا خافت وخرجت بسرعة من الصندوق اللي كانت جوه، وشافت على الحيطة باقي الرموز اللي بتدور عليها، وطلعت من تاني من البدروم. لكن وهي طالعة بنشوف الكيان اللي كان شكله مخيف جدا واقف وراها وبيبص عليها. وساعتها رجعت تدور في باقي المشرحة كلها عن بقية الرموز، وكل ما كانت بتعرف شكل الرمز الصحيح كانت بتروح تجمعه في المكان بتاعه. واخر رمز كان موجود في الحمام، وبعد ما شافته طفت الورقة، لكن فجأة الباب بيتقفل عليها والمية بتنفجر من الحيطان وما كانتش عارفة تخرج ومفيش مكان تهرب منه. ولما حاولت تهرب عن طريق الفتحة اللي كانت فوق الباب اتزحلقت ودماغها خبطت في الحوض ووقعت في الارض. ساعتها بتفتكر اليوم اللي كانت مغمى عليها في وسط الغابة بسبب انها كانت مدمنة وكانت واقعة بين الصخور عند البحيرة، وابوها لقاها هناك. وبنرجع للوقت الحاضر وبتلاقي نفسها رجعت لوعيها وبتطلع بسرعة على المكتب وبتكمل باقي الرموز. ولما بتتأكد انها خلصتها بتنزل بسرعة للبدروم لنفس المكان اللي كان فيه دليفر والمساعدة بتاعته فاليري، وكانت محبوسة في الصندوق الخشبي. وقربت منها ريبيكيا وفاليري بتطلب منها تنقذها وتخرجها من هنا، لكن وقتها ريبيكيا اخدت العلبة اللي فيها الدم بتاعها ورجعت بسرعة للمشرحة
المشرحة وطلعت أكتر من جثة لحد ما لقت الجثة المناسبة اللي عليها نفس العلامات، وأخدتها لأوضة التشريح وربطتها في السرير كويس. ساعتها بنشوف الجثة بتتحرك وبتحاول إنها تقوم من مكانها. في الوقت ده ريبيكيا قربت منها وحطت الرموز كلها على صدره، وشافت إن الرموز ليها مفعول قوي وقدرت تسيطر عليه، ورشقت الخرطوم الحديدي في جسمه وبدأت تفضي الدم بتاع فاليري جوه الجسم علشان تكمل باقي الطقوس. وفعلا بنشوف الجثة ظهرت على جبهتها الرموز بشكل ناري وبدأت تتشنج وتستجيب للعملية. وريبيكيا كانت مبسوطة إنها نجحت، وأخدت الجثة فورا وحطتها في الفرن وولعت فيها. وأول ما خرجت من أوضة الفرن سمعت في البدروم حد بيطلب المساعدة، وفتحت الباب وشافت قدامها الكيان اللي كان شكله مخيف جدا، واتخضت وقتها لأنها كانت فاكرة إن الموضوع كده انتهى. ساعتها بيظهر وراها أبوها وبيزقها جوه البدروم وبيقفل الباب، وبتقع من على السلم وبيغمى عليها ويقرب منها الكيان اللي كان شكله مخيف جدا. وفي نفس اللحظة بنرجع في الماضي وبنشوف أبوها اللي كان لسه معاها في الغابة وهي مغمى عليها، وساعتها فكر إن هو يسيبها علشان يروح يطلب المساعدة من الشرطة. لكن أول ما اتحرك بيشوف قدامه نفس الكيان اللي كان مرعب وشكله مخيف، وبيتصدم وقتها وبيحاول يهرب منه، بس للأسف بيتزحلق ويقع على دماغه على الحجر وبينزف لحد ما بيموت. وفي نفس اللحظة دي بتكون فاقت ريبيكيا ولقيت أبوها قدام عينيها ميت، وهي كانت بتعيط وحزينة جدا. وبنرجع للوقت الحاضر وبتفوق ريبيكيا وبتلاقي نفسها في البدروم وأبوها واقف قدامها على السلم، لكن المرة دي بيظهروا هما الاتنين في مكان فاضي وأبيض، وأبوها بيتكلم معاها ووشه كان سليم ومفيهوش أي جروح. ساعتها بيطلب منها إنها تبطل إنها تحمل نفسها الذنب في موته، وإنها تقدر تبتدي من جديد وتصلح كل اللي عملته. وفي نفس الوقت بنشوف ريبيكيا رجعت لوعيها وكانت نايمة على السرير في المشرحة، ولما فاقت ولقت كل حاجة رجعت لطبيعتها قامت من مكانها وكانت خارجة بره. فجأة بتسمع نفس الصوت بينادي عليها من البدروم وبيطلب منها تنقذه. بتاخد معاها مقص كبير وبتنزل على نفس الأوضة اللي كانت محبوسة فيها فاليري، وبتكسر القفل وبتفتح لها الصندوق وبتاخدها في حضنها وبتلاقي جسمها مشوه كله. لكن في اللحظة دي بنشوف فاليري صوتها اتحول لصوت خشن جدا ومخيف. ساعتها بتزق ريبيكيا في الأرض وبتوقعها، وقبل ما تهجم عليها بيظهر فليفر ويعري صدره اللي كان موجود عليه الرموز اللي قدر بيها يسيطر على فاليري ورجعها جوه الصندوق وقفل عليها من تاني. وريبيكيا كانت لسه واقعة على الأرض ومصدومة من كل اللي شافته ومش مصدقة. ولما قرب منها دليفر كانت خايفة، وساعتها سألته عن اللي بيحصل وإيه علاقته بفاليري. في الوقت ده طلب منها إنها تطمن وإن الخطر خلاص راح، وقال لها تجيله فوق على المكتب علشان يشرح لها كل حاجة. ولما طلعت فوق بدأ دليفر يفهمها إن البنت اللي تحت دي كانت في يوم من الأيام المساعدة بتاعته، ولما حصل لها نفس الموضوع وتحولت لكيان شيطاني ما قدرتش يسيطر عليها، وإنها ماتت من وقت كبير. ومن ساعتها وهو حابس الكيان الشيطاني ده جوه جسمها في الصندوق، وبياخد منها الدم كمصل علشان يعمل نفس العملية أو الطقوس اللي ريبيكيا عملتها علشان تنقذ نفسها. وهو ما قدرش إن هو يموتها أو يرجعها للحياة من تاني، لأن الدم بتاعها هو المصل الوحيد اللي يقدر يخلص أي حد لما اللعنة دي تدخل جسمه. لكن المفاجأة إن هو عرض عليها تفضل موجودة معاه وشغالة في المشرحة ويعلمها كل الطقوس اللي هو بيعملها علشان مفيش أي روح شريرة أو كيان يقدر يسيطر عليها أو يرجعها تاني لنفس المكان المظلم اللي كانت فيه. ريبيكيا طبعا كانت رافضة وكانت سايباه وماشية، بس لما عرفها إن الموضوع هيكون خطر عليها بعد كده وإنها ما اتحررتش بالكامل وممكن في أي وقت الكيان الشيطاني ده يسيطر عليها أو على حد بتحبه، ساعتها مش هتقدر تساعد نفسها أو تساعد أي حد. لكن بالرغم من تحذيره ريبيكيا سابته ومشيت وخرجت من الباب، وشافت قدامها أطفال كانوا بيلعبوا وكانت مبسوطة وبتبتسم. بس المرعب إن الغابة اللي كانت وراهم ريبيكيا شافت فيها نفس الكيان اللي كان بيظهر لها واقف قدامها وبيبص لها بطريقة مرعبة ومخيفة. وفي اللحظة دي اتحولت ابتسامتها لخوف ورعب، وريبيكيا لفت وشها بسرعة ورجعت من تاني دخلت جوه المشرحة، لأن وقتها فهمت إن مفيش مكان للهروب. وبكده يا صديقي قناة جن فيلم يكون خلص فيلم النهاردة. عايز أقول لكم إن إحنا جامدين جدا، وصلنا ل10,000 مشترك، العيلة بتكبر والحلم بيكبر. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وإن إحنا كمان نصلي على النبي في كومنت. واللي ما صلاش أي فرض من فروض ربنا حالا وقف الفيديو وروح صلي فروض ربنا عشان ربنا يكرمك ويكرمني ويكرمنا كلنا يا صديقي. ما تنساش بقى تصلي على النبي في كومنت واعملوا لايكات كتير للفيديو ده، واشوف وشكم بخير في فيديو جديد وفيلم رعب جديد.
جديد. وما تنسوش حتى تقترحوا لنا في الكومنتات الافلام اللي انتوا عايزين تسمعوها، وهل حابين ان احنا نستمر في الرعب ولا نغير النشاط ونخش بقى في المسلسلات والشغل ده. مستني رايكم في الكومنتات. شوفوا وشكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.